أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي سنسلط الضوء فيها على كونفرنس وحدة الموقف والصف الكردي في روجافاي كردستان، والذي اختتم ببيان ختامي مساء اليوم. طبعا هذا الكونفرنس يعتبر يوما تاريخي بالنسبة للشعب الكردي والقوى السياسية في المنطقة لرسم ملامح قضية الشعب الكردي ضمن سوريا الجديدة. طبعا اختتم أعمال الكونفرنس الذي انطلق صباح اليوم بمشاركة أكثر من 400 شخص من روجافا وشمالي وجنوبي كردستان، إلى جانب حضور شخصيات من مناطق سورية أخرى وممثلين عدة أحزاب وقوى كردية وكردستانية. طبعا أعلن كونفرنس وحدة الموقف والصف الكردي في روجافا كردستان عن تبنيه لرؤية كردية موحدة ترتكز على تأسيس سوريا جديدة تشكل قاعدة للحوار الوطني، سواء بين القوى السياسية الكردية فيما بينها أو بينها وبين سلطة دمشق وباقي القوى الوطنية السورية. طبعا خلال المؤتمر مشاهدينا ألقيت أيضا عدة كلمات من قبل الوفود المشاركة، وبعدها تم إغلاق المؤتمر أمام وسائل الإعلام. في ختامه تم إصدار بيان نهائي قرئ أولا باللغة الكردية بواسطة فوزة يوسف عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي، وباللغة العربية من قبل محمد إسماعيل رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا. طبعا أقر المشاركون الرؤية الكردية المشتركة التي قدمت إلى الكونفرنس بوصفها وثيقة تأسيسية تعبر عن إرادة جماعية وتقدم مقاربة واقعية لحل عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا موحدة بهويتها المتعددة والأديان أيضا والثقافات، ويضمن دستورها في سوريا الجديدة. للحديث مشاهدين أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستديو السيد عبد الإله عربو، عضو اللجنة التحضيرية لكونفرنس وحدة الموقف والصف الكردي في روجافاي كردستان. سيد عبد الإله مرحبا بك ضمن حلقتنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. مرحبا بك. نعم سيد عبد الإله، يعني اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة للشعب الكردي، لطالما انتظر الأكراد توحيد الكلمة وأيضا الصف الكردي. أهمية هذا الكونفرنس في سبيل إيجاد حل للقضية الكردية، لإيجاد تطلعات أو للنظر إلى تطلعات الشعب الكردي في سوريا الجديدة، وتأثيره أيضا على كافة أجزاء كردستان الأربعة وأيضا على المشهد السياسي في سوريا. تفضل. بالبداية لابد أنه نشكر كل من ساهم ولو بكلمة ولو بجهد في عقد هذا الكونفرنس الكردي، يعني أنا أعتبره التاريخي. يعني من أصدقاء الأكراد الأمريكان والفرنسيين إلى قيادة أقليم باشور كردستان الرئيس مسعود البرزاني، وإلى قنديل أيضا لهم دور بارز، لهم جزيل الشكر. ونشكر كمان سليمانية بوفدها الذي قدم من هناك وشارك يعني وشارك في المؤتمر في نشاط الكونفرنس. أو حقيقة يعني الكونفرنس شيء تاريخي، يعني نقدر نعتبره، لأنه بتاريخ الكرد يعني ما صار هيك شيء أبدا. يعني ما صار، يعني من المعروف أنه الكرد دائما في اختلافات بيناتهم من الناحية الفكرية والسياسية، وحتى تأثيرات العشائرية والقبلية يعني جميع الظروف لم تكن تساعد الكرد بالاجتماع وتوحيد الرؤى أو توحيد الموقف أو توحيد يعني توحيدهم ككرد. حقيقة يعني هذا الكونفرنس أصبح بمثابة عرس، يعني شارك فيه الجميع، الفعاليات الشعبية، الأحزاب السياسية، المرأة، الشبيبة، عوائل الشهداء،
الشخصيات الوطنية الكبيرة، يعني شارك بعض الأشخاص عمرهم حوالي 90 سنة أو أكثر، حوالي 100 سنة، يعني من الرعيل الأول من إنشاء الأحزاب الكردية. وقدم برقية كمان، أرسل برقية للمؤتمر شكر فيها المشاركين والجهود اللي بذلت. نعم سيد عبد الله، يعني هناك شخصيات بارزة حضرت المؤتمر، وذكرت أيضا أنت العديد من الأسماء وأيضا القوى التي حضرت الكونفرنس. تأثير هذه الشخصيات سيد عبد الله على توحيد الموقف الكردي في روجافاي كردستان؟ طبعا يعني الجهود بذلت من قبل اللجنة التحضيرية بشكل كبير، يعني منذ أكثر من 6 أشهر، بل كان السعي لتوحيد الصف الكردي والرؤى الكردية منذ 2020، يعني منذ 2020 وبهالمنحى هناك يتم العمل عمل، هناك نضال، هناك يعني بصبر وعنات، يعني هولير الواحد وهولير 2 وأربيل يعني. بس الظروف ما كانت، يعني أنا قلت أنه الظروف ما كانت مساعدة لوحدة الصف. حاليا بعد إسقاط النظام العنصري مثل ما يقولوا، النظام الظالم الذي كان لا يقبل لا الكرد ولا غير الكرد، يعني بعد سقوط النظام يعني صار فرصة، سنحت للكرد فرصة أنه يتقربوا من بعض، خاصة وأنه الأنكسي كان من ضمن التحالف، يعني المعارضة، من ضمن تحالف المعارضة. وكان في خلافات كردية يعني سياسية، طبعا خلافات سياسية بعد سقوط النظام واستلام الجماعة هذول الإسلاميين الحكم المؤقت، هي الفترة المؤقتة، سنح فرصة يعني الأكراد يتقربوا من بعض، بجهود قلت، يعني بجهود الشخصيات الكردية كافة يعني. يعني السيد مسعود البرزاني شارك، وأول مرة بعث ممثله الدكتور عبد الحميد الدربندي، وحاليا كمان عبد الحميد الدربندي شارك كممثل عن الرئيس مسعود البرزاني. كمان من باكوريا كردستان كمان وفد شارك، يعني حضر وشارك وحقيقة هنأ، ويعني اليوم أنا بعتبره عيد كردي، يعني عيد الكرد كافة، يعني بكل الأجزاء، يعني مو بس عندنا هون. ومن جماعة السليمانية كمان بافل الطالباني بعث وفد كمان اجى شارك، يعني نقدر نقول شارك روج آفا أفراحها يعني. ويعني حقيقة صار مثل الحفلة، يعني بالبداية، بداية انعقاد الكونفرنس، يعني اعتبرناها حفلة، لأنه يعني كنت تشوف تقريبا الأغاني وما بعرف ايش، واصوات النسوان يعني يهلهلوا ما بعرف، يعني هي صار مثل حفلة هيك يعني. نعم، كان هناك وثيقة أيضا تم الاتفاق عليها لضمان حقوق الكرد في سوريا الجديدة، منها توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سوريا اتحادية، أيضا الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا، وأيضا الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في البلاد، أيضا فتح مراكز الإعلام باللغة الكردية وقنوات تلفزيونية باللغة الكردية، أيضا تمثيل الأكراد في مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية وتنفيذية. يعني الكثير من القرارات التي كانت في السابق، النظام السابق كان دائما كان يسعى لتهميش دور الكرد، إقصاء الكرد
من الدور السياسي، المشهد السياسي في سوريا الجديدة اليوم، عندما تتحد الأطراف الكردية فيما بينها، إلى أي حد سيسهل هذا التوحيد أو هذا الاتفاق على التواصل أو الحوار والتفاوض مع حكومة دمشق؟ سيكون موقفهم أقوى في سبيل نيل حقوق الشعب الكردي. يعني بالنسبة يعني المنطقة الكردية أو كردستان روجافا جزء واحد، هي حقيقة جغرافية وتاريخية واجتماعية، هي حقيقة يعني مثلا من المالكية لا عفرين، وهي حقيقة يعني. طبعا النظام السابق ما كان يقبل أي مشاركة للكرد، ولا يقبل الكرد يقول أنتم مو متفقين وما تقدروا، يعني روحوا اتفقوا وتعالوا. دائما كان يقول هيك، روحوا اتفقوا، في غيركم يعني أنتم ما تمثلوا شيء، في غيركم كمان يعني يمثلوا. يعني وحدة الصف بكل المقاييس، وحدة الكلمة، وحدة الصف، يعني تولد قوة كبيرة للمجتمع، أي مجتمع كان. والكرد استطاعوا يعني يوحدوا كلامهم، يوحدوا رؤاهم. يعني هلا صار يعني الرؤية انه شلون بده يكون، يعني الوثيقة اللي تحكي عنها في قسمين. القسم الأول يحكي عن شكل الحكم أو شكل شلون بده يكون النظام، يعني الحكم سوريا الجديدة، بسوريا الجديدة بشكل عام. والقسم اللي متعلق بالأكراد، في قسم ثاني متعلق بالأكراد. هذا يعني يعني يطلب يعني الكرد بشكل عام يطالبوا باللامركزية أو يعني نقدر نقول بفيدرالية، يعني شكل من أشكال الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو الاتحادية، يعني حسب المفاوضات والاتفاق. واعتبار يعني الكردي يطالب انه المناطق الكردية يكون وحدة متكاملة، يعني وحدة موحدة، يعني المناطق الكردية. وبالإضافة إلى يعني حقوق الأكراد كحقوق، يعني تفاصيل كحقوق الأكراد، حقوق المرأة، حقوق الشبيبة، حقوق الطفل، يعني شلون بده يكون. يعني طبعا لسه في تفاصيل أكثر من هيك، يعني مثلا بالمنطقة الكردية شلون بده، إذا مثلا لنفرض أنه المنطقة الكردية صار لها خصوصية، يعني هالخصوصية شلون بده يندمج أو شلون بده يتعامل مع المركز. ستتضح الصورة مع الحوار مع الحوار طبعا دمشق. مع الحوار راح يتضح شلون بده يكون التعامل مع المركز. يعني بالنسبة لمجلس الشعب ايش قد بده يكون للكرد حصة، يعني من المندوبين أعضاء حزب شو اسمه مجلس الشعب، والعلاقات الاقتصادية شلون راح يكون، والعلاقات السياسية، يعني جميع تفاصيل بدها مناقشة طويلة كمان، يعني مو انه يمكن بيوم يومين ما يصير كل هالتفاصيل. يعني يعني هلا هون منطقة الجزيرة ومنطقة كوباني ومنطقة عفرين ومناطق كمان، في مناطق أخرى، يعني في منطقة شهبة وما شهبة فيها 350 ألف كردي. يعني هي 230 240 قرية أكراد كلهم كرد. يعني هالمناطق لازم طبيعي يكونوا وحدة موحدة، يعني ولا شلون بده يكون. يعني الكرد مو مثل شيخ مقصود وأشرفية، يعني رايحين على حلب وفي هناك يعني بحارة مثلا شلون بدهم يديروا أمورهم. بقية المناطق مو هيك. طبعا يعني الكرد لهم مطالب كمان، يعني يعني بشمال شرق سوريا
شمال شرق سوريا كمان يكون نظام، يعني شلون بده يكون هالنظام؟ لازم يكون نظام لا مركزي، يعني كمان لازم يكون نظام لا مركزي. ومش ضمن النظام اللامركزي مثلا شلون بده يدار هالمنطقة هاي بشكل بالكامل، يعني كيف بده يدار من ناحية كمان مثل ما قلت، يعني كمان من الناحية الاقتصادية مثلا في واردات اقتصادية كبيرة بالمنطقة، شلون بدها تتوزع، يتم توزيعها على كافة المناطق، أو شلون يكون الاتفاق تنمية القطاعات الخدمية، النواحي التنمية كمان، وإعادة بناء كمان، يعني إعادة بناء المنطقة، لأنه المنطقة خلال 13-14 سنة من الحرب يمكن ما صار الحرب بقسم من مناطقنا، وكانت مهمشة أيضا أيام النظام السابق. حتى أيام النظام كان مهمش، والنظام كان يأخذ كل خيرات المنطقة ويصرفها بمناطق أخرى، والمنطقة ظل يعني ما في بنية تحتية. يعني هلا شلون صاير يعني إعمار المنطقة مثل ما تعمر منطقة خالية من كل شيء، يعني إذا بدك تعمر من أول وجديد وكل شيء. النظام ما خدم غير مناطق كمان، يعني بغير مناطق كمان ما كان في خدمات، وخاصة بمناطق الكردية أو محافظة الحسكة بشكل كامل، يعني كان مهمش، ويعني كان خارج سوريا، كانوا يعتبروها خارج سوريا، بس يعني يأخذوا البترول ويأخذوا القمح ويأخذوا الشعير وعدس يعني الواردات الزراعية والمياه وبترول، ويعني كانوا يأخذون لغير مناطق ويستفيد منهم بغير مناطق. اليوم أيضا سيد عبد الإله، يعني لو نتحدث عن البعد الإقليمي تجاه مناطق شمال وشرق سوريا وتجاه القضية الكردية، إلى أي حد ستقوي أيضا القضية الكردية أصبحت في المحافل الدولية كما نرى اليوم؟ تم اتحاد أو الاتفاق على رؤية مشتركة بين الأطراف الكردية. تأثير هذا الاتفاق على تقوية أيضا الشعب الكردي والقضية الكردية للتواصل مع القوى الإقليمية الدولية في سبيل القضية الكردية، ليس فقط في رجابي كردستان إنما أيضا في كافة أجزاء كردستان الأربع. نرى أيضا في إيران هناك قمع أيضا للشعب الكردي، في شمالي كردستان أيضا نرى قمع لوجود للشعب الكردي. إلى أي حد يؤثر هذا على القضية الكردية في كافة أجزاء كردستان؟ نعم. القضية الكردية حاليا يعني تطورت وأصبحت على طاولة كل المفاوضات، كل يعني على طاولة الأمم المتحدة، الدول الأوروبية، يعني الكل يناقش القضية الكردية، مؤتمرات، اجتماعات. يعني سابقا الكرد كانوا شلون يفكروا؟ يعني كان تفكيرهم انه انا والله من سوريا وما لي علاقة بالقسم الشمالي ولا الجنوبي، ولا ما لي علاقة بحدا. والعالم كانوا يعتبروا انه مشكلة داخلية، يعني كانوا والنظام والأنظمة اللي حاكمة أجزاء كردستان كانوا يعني يعملوا عمايل بالشعب الكردي، تهجيره وقتله وسجنه وتخلف وكل شيء. حتى ممنوع كان ممنوع الكردي يسمي اسم ابنه باسم كردي أو بنته باسم كردي، كان ممنوع. يعني أنا أعرف كثيرين يعني انسجنوا مشان شيء بسيط، مشان اسم ابنه أو مشان كان عنده تعليقة فيها أخضر وأحمر وأصفر كانوا. بس حاليا الكرد صاروا شلون هلا نتيجة التطور ونتيجة الأحداث اللي صارت، نتيجة المقاومة الكردية، ونتيجة يعني بدي أقول أنه بشمال كردستان صارت ثورة. هالثورة هذا استطاعت أنه تنشر يعني
تنقل القضية الكردية من محلي إلى عالم. هلا القضية الكردية صايرة قضية عالمية. أيضا محاربة داعش والإرهاب كان لها طبعا يعني ببدايات الثورة السورية طبعا الكرد أسسوا قوة عسكرية. هاي القوة العسكرية استطاعت انه تحارب يعني داعش، ما داعش هذول الاسلامويين وما بعرف يعني في فصائل متعددة كثيرة يعني هاجمت المنطقة. استطاع هالقوة اللي بالرغم انه كانت بسيطة طبعا بمساعدة رفاقنا واخواننا اللي اولادنا كانوا يحاربوا مع حزب العمال، تركوا يومتها رجعوا على المنطقة وشكلوا قوة عسكرية يشهد لها العالم، يعني مو قوة بسيطة، وأثبت حالة بهجوم على كوباني. يومتها يعني التحالف الدولي كان يجرب كثير قوات وفصائل وما بعرف ايش، كل فصيل كان يجيب الأسلحة ويسلمها لدواعش وما دواعش. فيوم اللي شافوا انه في مو فصيل يعني في قوة تقاتل داعش بشكل، يعني هن استغربوا انه شلون هذول يحاربوا داعش. طبعا صار علاقات نتيجة تدخل أصدقاء أو نقدر نقول إخواننا من الكرد، يعني في السليمانية تدخل، صار علاقات بين القوات الكردية قوات التحالف، واستطاعوا يعني نتيجة التدريب والجسارة والشجاعة يعني كل العوامل اللي تكومت بها القوة واستطاعت أنه تقضي على الدولة الإسلامية اللي يعني مثلا بالعراق خلال 48 ساعة أخذ نصف العراق. بسوريا يعني خلال ما طول أسبوع استلم حتى وصل عاصمة الخلافة الرقة. يعني ما كانوا يقدروا يقاوموا، بس الكرد لا، الكرد نحن هزمنا الدواعش، ولذلك هلا يعني القوة هاي أثبتت إنه هي اللي تقدر تحارب الإرهاب. بس الكرد هن اللي حاربوا الإرهاب، غير الكرد ما حارب الإرهاب. نعم سيد عبد الإله، نقطة أخيرة أود أن أتطرق إليها، أيضا دور نداء القائد عبد الله أوجلان التاريخي، والذي دعا إلى الانخراط بالعمل السياسي والتوجه نحو الحل والحوار في حل القضايا. يعني تأثير أيضا نداء القائد عبد الله أوجلان على ما نرى في المنطقة. رأينا بعد نداء القائد اتفاقية بين القائد العام للقوات السورية الديمقراطية مظلوم معادي وأيضا حكومة دمشق. أيضا رأينا وقف لإطلاق النار في مناطق شمال وشرق سوريا، والآن نرى اتفاق كردي في شمال وشرق سوريا. إلى أي حد أثر القائد عبد الله أوجلان أو وضع نقطة ارتكاز لحل القضية الكردية في المنطقة؟ طبعا يعني سيروك عبد الله أوجلان قائد استراتيجي، يعني القائد الاستراتيجي هو اللي يشوف يعني يشوف المستقبل، البعد، لديه البعد، لديه البعد الكافي لأنه يكتشف، يعرف شلون بده يصير، يعني يتوقع أنه شلون بده يصير. نتيجة هالرؤية المتقدمة استطاع أنه يفهم أنه مرحلة السلاح والقتال وما بعرف ايش والحروب انتهت. يعني لذلك طلب أنه الكرد يعني يدخلوا المفاوضات بالمفاوضات السلمية، يعني يطالبوا حقوقهم سلميا. طبعا يعني حتى قبل النداء يعني الكرد أثبت نفسه أنه
الطرف المقابل ما يقدر يقضي عليه. يعني الأتراك صار لهم 40 سنة 50 سنة يقاتلوا الكرد وما انتصروا، وخسر اقتصاديا. خسر. إيه، حتى ترامب قال يا أخي لأيمت بدكم تقاتلوا؟ قاتل أردوغان لأيمت بدكم تقاتلوا؟ صار لك 100 سنة تقاتل الكرد وما ما استفدت شيء. يعني الكرد أثبتوا حالهم. وطبعا حتى الشيء اللي صاير بيد الكرد يعني نتيجة أفكار ورؤية سروق عبد الله أوجلان. يعني كمان له باع كبير بهالمجال. يعني حتى المكتسبات اللي تحققت بالمنطقة لولا أنه الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب وقبول الآخر ما كنا نجحنا حتى إن كان عندنا قوة كبيرة. يعني وحاليا يعني كل العالم يعني يشوفوا نداء عبد الله أوجلان شيء تاريخي. وأنا شخصيا أتوقع أنه لازم سروق عبد الله أوجلان لازم يأخذ جائزة نوبل للسلام، لأنه بالفعل يعني نداءه كان نداء كثير ممتاز وأثر على كل المنطقة، مو بس على يعني غرب كردستان، يعني أثر على جنوب كردستان، أثر على طبعا شمال كردستان كمان. يعني النقطة الأولى اللي نداءه كان نقطة تحول في إيه، صار تحول بقضية الكردية. وهلا كل العالم يعني أقدر أقول يعني ما في اجتماع يصير بالعالم إلا يكون فيها قضية كردية. والكرد عانوا كثير وتعبوا واستشهدوا. يعني حقيقة الشعب الكردي يستحق أنه يكون يعيش بكرامته بحريته مثل بقية الشعوب. يعني نعم سيد عبد الله، نقطة أخيرة يعني داهمنا الوقت صراحة. يعني لم نرى أي أصداء أو مواقف من قبل حكومة دمشق تجاه هذا المؤتمر. برأيك كيف ستتعامل حكومة أو سلطة دمشق مع هذا المؤتمر، مؤتمر الاتفاق والصف الكردي، وكيف ستتعامل مع المطالب الكردية في سبيل إعطاء الكرد حقوقهم المشروعة في سوريا الجديدة؟ يعني خلفية النظام، هذا النظام المؤقت اللي بالشام، نعرف خلفية النظام. خلفية النظام هذا نظام يعني كان بإدلب، هذا نظام نقدر نقول يعني هذول كانوا دواعش. حاليا يعني يقولوا يعني أحمد الشرع يريد يثبت أنه هو أحمد الشرع مو جولان. يعني يقول أنا أحمد الشرع، وأحمد الشرع مختلف عن جولان. أحمد الشرع هو حسب وصفه يعني، أو حسب يعني هيك يبين، هيك يريد يبين، هيك يريد يبين أنه أحمد الشرع إنسان ديمقراطي. يعني ما بالرغم أنه ما يحكي عن الديمقراطية ولا مرة حكى عن الديمقراطية، أنه إنسان حقاني وبده يعني يعطي كل الشعوب حقوقهم. وحتى مرة قايل يعني أنه الكرد هلا بدي أخلي الكرد يأخذوا حقوقهم، وبشغلات الكرد ما فكروا فيها. ما بعرف شو اللي ما فكرنا فيها، ما نعرف. يعني هو يقول يعني بدي أعطيهم شغلات لسه ما فكروا فيها. نعمة يعني إن شاء الله نتأمل يعني. ونحن كمان يعني الدول، يعني الدول الأوروبية حتى أمريكا يعني عندهم إنه يشجعوا الكرد إنه يشاركوا بالنظام الموجود. يعني نتأمل إنه طبعا يعني مطلب من المطالب إنه
يعطي حقوق المكونات بالكامل يعني وهذا كامل سيعزز أيضا الأراضي السورية ووحدة الأراضي السورية وسيقويها. انتهى وقتي السيد عبد الإله عربو، عضو اللجنة التحضيرية لكونفرنس وحدة الموقف والصف الكردي. شكرا جزيلا لك على مجمل هذه المعلومات والتوضيحات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، بهذا القدر وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا الخاصة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.